يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا، تابعوني على قناتي واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. تعالوا بقى بينا في الحر اللي احنا فيه ده نعمل حاجة حلوة جدا وسهلة كمان، وتكون كده ساقعة. اهم حاجة اي حاجة في الجو ده تكون ساقعة بجد، ولذيذة كمان وسهلة، والولاد كمان هتعجبهم جدا. يلا بينا اقولكم نعملها ازاي. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ تتوقعوا بقى ده ايه؟ يلا بينا. اول حاجه بجيب بقى كده حله على النار، وبضيف عليها كوبايتين من اللبن، ومعايا هنا علبه كريم كراميل. هي علبه كريم كراميل واحده بس اللي هنستخدمها. بضيف كده بودرة الكريمة على الكوبايتين من اللبن، وبقلبهم كده تقليب مستمر على النار. وبعدين اول ما بيغلي معايا وبيفور بالشكل ده بطفي عليه وبسيبه على جنب عشان يبرد. وطبعا ما بنضيفوش على طول في الخلاط الا لما يبرد عشان الخلاط بتاعنا ما يبص. وبعد ما بضيفه هو كده طبعا بارد، ضفته على الخلاط وبضيف عليه كيس الكراميل، وبعدين بضيف عليه مكعبين من الجبنة الكيري. ممكن تضيفي على فكرة مكعبين جبنة تانية غير الكيري لو بتستعملي مثلا جبنة تانية تكون غنية زي الكيري بالظبط، مفيش مشكلة يعني، مش لازم كيري بس. وبضيف عليه كمان كيس لبن نيدو، ممكن لبن بودرة اي نوع. آه، يعني بما ايه مثلا لو انت عندك لبن في البيت هتضيفي عليه معلقتين كبار من اللبن البودرة، وهتضيفي عليه كمان علبة قشطة. لو ما عندكيش قشطة، علبة قشطة، ممكن تستخدمي قشطة لبن كنتي غالياه وعمل قشطة عندك تاني يوم تضيفيها عليه. وبضيف كيس بسكوت سادة، مش لازم يكون فيري، المهم يكون سادة. كيس بسكوت واحد وبضربهم في الخلاط لحد ما يكونوا بالقوام ده. وبعدين بقى بجيب هنا القالب البايركس بتاعي، وبجيب هنا بسكوت اوريو، ببتدي ارصه بالشكل ده كده. على فكرة سهلة جدا، حالة جميل قوي وسهل وما بياخدش كمان وقت خالص. بأول ما رصيته بقى بالشكل ده ببتدي اضيف بقى الخليط اللي انا لسه عاملاه في الخلاط. عايزه اقول لكم بجد اعملوه، قولوا لي رايكم، بجد قولوا لي رايكم. هي عجبكم ولا ايه؟ بجد هو حلو قوي، عجبني جدا. وبعدين شيلته في الفريزر عشان يبقى اسرع، عشان يجمد يعني اسرع. وجبت هنا شوكولاته، عندي اي شوكولاته خام، وضفت عليها قشطه علشان تكون غنيه وطعمها غني كده. وبسيحها، او ممكن تسيحوها في الميكرويف عادي مفيش مشكله. وبعدين اول هو هنا كده طبعا جامد، طلعته من الفريزر. بصوا جامد. انا اول ما بيجمد بضيف عليه الشوكولاته. دي خطوه مهمه، لازم يكون جامد علشان الشوكولاته ما تنزلش على الخليط من تحت لو هو سخن، فطبعا لازم يجمد الاول تضيفي عليه الشوكولاته. وبألف هنا وشفا.